الصبح معاكم. لا أنا عندي شغل على الساعة 4 بتوقيت مكة. يعني عندي شغل على الساعة 4 ما راح أبقى للصبح. نخليها كل جولة 5 دقائق والسؤال في كل مداخلة. شو رأيكم؟ ومجبر السني ولا الشيعي يجاوب في وقته. كم جولة؟ يعني 5 جولات ايش قد راح تصير؟ إيه 5 جولات مثلا، كل جولة 5 دقائق. يعني أنا كم جولة راح آخذ؟ أنا ايش قد راح آخذ؟ كم جولة؟ يعني 5، كل واحد راح ياخذ 5 جولات؟ لا 5. واحد. اي لا اشكال، كل واحد 5 جولات، يعني المجمل 20 جولة. المجمل 20 جولة، كل واحد إلى 5. يبدأ حسين حتى ما تصير خربطة. حمزة يبدأ حسين وراء أحمد، يخلص أحمد وراء أنا، أخلص أنا وراء أنت، يعني هيك يلف تمام؟ ما في مشكلة. أبو علي تكون لا التزام بالجولات. إيه بس اسمعني، المداخلة الأولى للشيعي والمداخلة الأولى للسني. المداخلة الأولى اللي راح يبدون بيها لازم يكون أكو تأصيل، لازم السني يأصل الموضوع والشيعي يأصل الموضوع. التأصيل ما راح يكون بيه أسئلة، راح ياخذ أول مداخلة تأصيل. فأنت اختار واحد منكم، يا أنت يا أستاذ حسين يأصل. اي هذا منتهين من عنده، هو المداخلة الأولى تأصيلية. المداخلة الأولى تأصيلية. حسين هو طلب الموضوع من عندكم، هو راح يتقدم يأصل للموضوع، وبعد ذلك أنت أيضا تأصل عند أهل السنة، وبعد ذلك تبدي المداخلات والرد على الشبهات. تفضل حسين، يلا مع المداخلة، يلا بعث جولات يلا. فقط قبل ما ندخل ممكن أسأل في وقتي ويسألني الشيعي في وقته عادي؟ ماكو إشكال، عادي تسأل في وقتك، لكن الطرف المقابل إذا رفض أن يجيب في وقته ما تلزمه. أيوة أكيد ما عندي مشكلة. يلا بدون سب، خلينا حوار محترم من فضلكم. نريد حوار محترم بأدب بعلمية، وإن شاء الله المستمع هو الذي يحكم إن شاء الله. لا تشخصنوا الموضوع إن شاء الله. يا الله. تفضلوا بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين يا كريم يا أرحم الراحمين. حي الله الأستاذ حمزة ومشاهدينا الأعزاء والأخ أحمد ومشاهدينا والأخ أبو علي. إن شاء الله مناظرتنا في المرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى من يرجع المسلمون بعد النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ الآن مع الأخ الأستاذ حمزة في تأصيل الموضوع إن شاء الله، وهو نريد منه الآن من بعد أن تكمل المداخلة نريد من الأخ حمزة تعريف أو مختصر لقضية المرجعية من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى من يرجع المسلمون. في قضية الرجوع عند الشيعة بمعنى الأحكام الفقهية والأمور الدنيوية، وفي الدين الرجوع إلى علي بن أبي طالب والأئمة الأطهار. هذا يكون باختصار عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما، ولفظ آخر: ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فهذه دلالة على أن القرآن والعترة هم المرجع، وهم المرجعية بعد رسول الله الحقيقية. في ذلك الحين عندما أشار رسول الله وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بمعنى تولوا علي بن أبي طالب وخذوا معالم دينكم من علي بن أبي طالب. ولدينا علوم علي بن أبي طالب عليه السلام بين علماء المسلمين كافة، واتفقوا على أن علي بن أبي طالب هو الأعلم بعد رسول الله، لذلك نقول مرجعيتنا هو علي بن أبي طالب. فهذا باختصار شديد على تعريف المرجعية أو إلى من ترجع الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا أخ حمزة نريد منك كما عرفت أنا وقلت في العلمية من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أريد نفس التعريف ونفس الكلام على أحد من الصحابة مثلا بما تتولاه أنت وتأخذ دينك منه.
فلذلك الأخ حمزة والأخ أحمد إن شاء الله سوف يدلون بدلوهم ويقولون من المرجعية بعد رسول الله. فعندنا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا هذا الحديث موافقا أيضا لكتاب الله عز وجل، وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وموافقا لسيرة أهل البيت بما يعلمون. وقد أشار أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحق مع علي وعلي مع الحق، والقرآن مع علي وعلي مع القرآن. وهذه كلها دلالة على أن علي بن أبي طالب هو أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها للأسف الشديد لا نجد أن أهل السنة يلتزمون بها وتكون لهم مرجعية بعد رسول الله. توحيد مثلا أبسط شيء مسألة التوحيد، وبشهادة الصحابة، وحتى أبي بكر اعترف بذلك الشيء في سقيفة بني ساعدة وقال: أقيلوني لست بخيركم وعلي بن أبي طالب فيكم. وهذا موجود في تاريخ الطبري أيضا. وأشاروا العلماء بأن هذا قول أبي بكر هو صحيح. وأيضا علي بن أبي طالب احتج عليهم بالعلمية، وكان في علم علي بن أبي طالب أيضا عندما حكم عمر بن الخطاب على امرأة ولدت في 6 أشهر، وقال علي بن أبي طالب فاحتج عليهم، قال لهم: أما تقرؤون القرآن؟ فحمله وفصاله في 30 شهرا، وقسم هذه الأشياء حتى بقيت 6 أشهر. خلي التأصيل عندك لأن النت عندي ضعيف. ما في إخوان الله يبارك فيكم، تكبيس وشير، الله يعزكم يا رب. ندخل في جولة الله ييسركم، نسكر هاي الجولة وأسوي قبول من عندكم. طيب بسم الله. أبو علي وافق. أبو علي وافق. أنا أرسلت لكم دعوة. لا أيضا أنا سويت الدعوة. خليني أسوي سحب وأعيد مرة أخرى. لا تسوي شو صار؟ الله المستعان. شنو هذا؟ إيش صار؟ وصلت الدعوة ولا لسه؟ مو وقتك يا الله، مو وقت هاي المشاكل بتاع التيك توك. اي والله راح ادز لكم دعوه مره اخرى. تمام؟ وافقوا. خلي اي تمام. هسه تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدرة وعلى زوجاته الميامين، خاصة بالذكر السيدة عائشة وحفصة رضوان الله عليهم أجمعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حيا الأخوي أحمد الهاشمي تاج راسي حبيبي. حيا إخواني أهل السنة والمجامعة المكبسين والمشيرين، حفظكم الله ورعاكم. حيا أبو علي حسين والمتابعين من الشيعة المحترمين، حياكم الله. المناظرة يا إخوان موضوع حلو على فكرة. عفوا. لمن المرجعية بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا تعريف المرجعية. المرجعية عند أهل السنة والجماعة
خليني أعرف لك ما تعرف المرجعية أولا، وبعدين نذهب لمن المرجعية. أحمد عندك أنت مسكر الكاميرا. المرجعية هي السلطة أو الجهة، هذه لغة واصطلاحا. لغة هي السلطة أو الجهة أو الشخص ترجع إليه طائفة دينية في مسائلها. أما اصطلاحا تعني المرجعية الدينية المصدر أو السند الذي تستند إليه جماعة دينية أو فرد في استنباط الأحكام الشرعية أو تنظيم حياته الدينية، وهي نوعان: مرجعية نصية الكتاب والسنة والإجماع، وهي عامة، ومرجعية شخصية الأشخاص أهل العلم والاجتهاد، وهي خاصة إلى آخره. أهل السنة والجماعة يا عزيزي من هم المرجعية؟ مرجعنا يا أستاذ حسين، سألتني سؤال قلت لي ما هي مرجعيتكم أهل السنة؟ المرجعية هي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو مرجعتنا. أنت يا أستاذ حسين أنا تعجبت، قلت كلمة يا أنا ما سمعت يا أنت اللي خلاص أنهيت المناظرة، واحدة منهم، يا أنا اللي المشكلة في سمعي يا أنت. أستاذ حسين أنت قلت أن المرجعية بعد النبي هو علي بن أبي طالب وبس، يعني فقط؟ هذا اللي فهمته من كلامك، يعني بعد النبي، يعني إذا مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما راح يصير بعده المرجعية؟ واحد منكم يعني يفتح ميوت يقول لي فقط علي بن أبي طالب هو المرجعية بعد النبي أم الاثنى عشر؟ قصدك الاثنى عشر؟ حمزة كمل مداخلتك واحنا نجاوب مداخلاتنا. كمل. لأنه قلت إذا أنت تقصد فقط علي يعني خلاص انتهت المناظرة، علي إيش نحب؟ نحن نقول المرجعية بعد رسول الله مباشرة بعد استشهاد رسول الله. البقية لا ما يخصنا، هذاك مو موضوع. يعني في هذا الوقت ما نتحور عليه، هذا الوقت يعني نتحور فقط بعد وفاة النبي، في هذا الوقت ما نتحور عليه؟ مباشرة. يا عزيزي كمل مداخلتك الآن، أنت في التأصيل مو في الأسئلة. يريد نفهم الناس تفضل أنا راح أفهمك، والله راح أفهمك تفهيم ما تنسى يا حمزة، تفضل. يلا ما في مشكلة، لأنه لما تقول أن علي بن أبي طالب هو المرجعية بعد النبي يعني خلاص إذا مات علي خلاص يعني تورطنا الزلمة، الشيعة تورطوا. فلذلك حتى تأصيلك ناقص يا عزيزي. قل أن العترة من ذرية علي ومن ذرية فاطمة، لا تقول فقط شخص واحد. سبحان الله. قال جاء بعض الكلام كتاب الله وعترتي مع أنه حديث ضعيف. قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهو ما حلوها هي. تعال أنا مدينة العلم وعلي بابها. خلينا نشوف هذول يعني مو الحديث موجود في مسلم، صحيح مسلم، لا تخاف عزيزي، هنالك فرق، لا تخاف لا تخاف. كتاب المقاصد الحسنية في بيان كثير من الأحداث المشتهرة على ألسنة تأليف الإمام حافظ ناقد المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي إلى آخره. الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، الحديث 189، إنه حديث مضطرب غير ثابت، وقال عليه الترمذي إنه منكر، وقال عليه الشيخ البخاري وقال إنه ليس له وجه صحيح، وقال ابن معين فيها حكام الخطيب من تاريخ بغداد إنه كذب لا أصل له، وقال أنه موضوعات ووفقه الذهبي وغيره ولم يثبتوه إلى آخره. قال لي يا حمزة ما كمل الكلام، أنا ما أحب أي طريقة الحوار. جاب حديث موجود في كتاب خلاص الأسرار، قال أبو بكر وقال أقيلوني. ممكن تكمل الحديث سحسين، لا تقطع الحديث عندي. وأما قوله إلى آخره شوف ماذا قال: أقيلوني وعلي فيكم. قال فخرج إليه عمر رضي الله عنه وارضاه وقال أمسك يا أبا بكر عن هذا الكلام فقد ارتضيناك لأنفسنا. ثم أنزل على المنبر فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام. تمام يا عزيزي؟ لما تجيب الحديث كامل لا تقرأ نص فقط، هاي فقط البداية مشان الكلام البسيط اللي حلو اللي عندك وخلاص. أنا شرحت المرجعين. نحن المرجعين نقول أنه القرآن والسنة بفهم السلف الصالح وبس. تفضلوا، ما احتاج هذا الوقت، خلاص أصلا خلص وقتي. تفضلوا يا إخوان. وافق. مين راح يدز؟ لازم نخلي واحد يدز جولات مشان ما نضيع، مشان ما ناخذ كثير وقت. انت راح اخليك على الجولات، انت تدز جولات. طيب
أعوذ بالله من بدأت المداخلة. ما قاعد توصل. وافقوا. يا اخي جاي اقول لكم انا خلي ادز، انا عندي النت ضعيف، انا خلي ادز لكم. يلا روح دز جولة، روح يا حسين، روح يا عزيز، دز جولة. تقدرش وش اخونا تفضل حسين دز جولة. يلا سوي قبول. يلا ابو علي. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وعلى آله المعصومين المنتجبين وعلى أصحابه الميامين. أخواننا الأعزاء، كما استمعتم حقيقة حمزة نهى المناظرة حتى ننهيها، هو نهاها. قال إن حديث الثقلين، طبعا أولا هذا ليس أسلوب علمي يا حمزة، هذا ليس أسلوبا علميا أنك تقول إن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي حديث ضعيف. يعني هذا يعني حقيقة شريدة جاوبك عليه، اللي هو علماء كلهم صححوه وقالوا عنه إنه حديث صحيح. أنت تأتي بال2025 تقول عنه ضعيف، هذا مو أسلوب علمي. تريد أستخرج لك أقوال علمائك، أحمد بن حنبل، السيوطي، الألباني، المستدرك على الصحيحين، سنن الترمذي، كل الناس صحيحات. في مسلم موجود كتاب الله وعترتي. شنو انت من حتى تضعف الحديث؟ انتهى الموضوع. تمام، خلصنا من هذا. اخواننا الاعزاء، الاخ ماذا قال المرجعية، انتبهوا يا اخوان حتى نبين لكم. قال المرجعية عندنا هي ان الناس ترجع الى الخليفة. بماذا ترجع الى الخليفة؟ الناس ترجع إلى الخليفة. بماذا ترجع إلى الخليفة؟ بماذا؟ من وقت حمزة بماذا ترجع الناس إلى الخليفة؟ جاوب. بماذا ترجع إلى الخليفة؟ الأمور الدينية. الله أكبر، شكرا لك. انتهت المناظرة أخوان، قسما بالله. لأن الخلفاء كانوا يرجعون إلى علي بن أبي طالب حتى عندما كانوا خلفاء. انتهى كل شيء. انتهى كل شيء. انت اعترفت انهم يرجعون الى الناس، ترجع الى الخلفاء في الامور الدينية. حمزة، انا ما راح اسأل اي سؤال، هو سؤال واحد فقط. انت قلت ان الناس ترجع الى الخلفاء في الامور الدينية، وعندي ادلة ان ابا بكر وعمر وكل صحابتك كانوا يرجعون إلى علي بن أبي طالب حتى عندما أصبحوا خلفاء يا أخوان. الآن ابن عباس يقول كان لا يوجد صحابي إلا علي بن أبي طالب، يقول اسألوني قبل أن تفقدوني. بالمناسبة أخوان، هذا الحديث اللي جاب الأخ حسين أنا مدينة العلم وعلي بابه هو حديث صحيح، واستخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه هذا حديث صحيح. وفي التعليق الذهبي يقول وهذا حديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح. تمام، فما تستطيع أن تضعفه. الآن شوف حمزة، سؤالي إليك وأحمد سؤالي إليك هو سؤال واحد فقط. أنا أسأله، سجلوا عندكم، أطالبكم يا أهل السنة
بأن يوجد شخص سواء كان من الجن أو من الإنس قال إني علمت علي بن أبي طالب، طبعا غير رسول الله، نحن نقول إن علي علمه من رسول الله، تمام؟ نريد شخصا صحابي عاصر علي سواء كان تابعي سواء من أينما كان، قال إن علي بن أبي طالب استشارني في مسألة وأنا علمته، في أي مسألة، في أحكام الدين، في الصلاة، في الصوم، في الطهارة، في أي مسألة تخص الدين، وحتى وإن كانت لا تخص الدين أنا موافق. اعطوني واحد فقط قال أن عليا التجأ إلي وأنا علمته، وبهذا تنتهي المناظرة. إذن علي هو أعلم الأمة، ولا بد أعلم الأمة أن يكون هو المرجعية في أمور الدين، مثل ما أنت قلت في أمور الدين. إذن ثبتت مرجعية علي بن أبي طالب، لله دركم يا شيعة علي بن أبي طالب. تفضلوا. ابدأ الوقت. خلي حسن وليد الزعول. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله إخواني وأخواتي، وحي الله أخي وحبيبي حمزة رفع الله قدره، وحي الله ضيوف الشيعة أبو علي والأستاذ حسين، نورتوا المناظرة، الله يرفع قدركم. أبو علي يقول أبو علي بأن المرجعية يجب أن تكون في أمور الدين، فإذا الصحابة لما كانوا يرجعوا إلى علي بن أبي طالب، زين، هذا دلالة على أن علي بن أبي طالب هو المرجع الشرعي بعد رسول الله. زين، أبو علي مرجعية علي بن أبي طالب منين كان يأخذها المرجعية؟ منين كان يأخذ المرجعية؟ حديث مشهور. مو أنا اللي قلت، حمزة اللي قال. بس اسمع، لا تقاطع. أستعيد الوقت بس، كمان مرة نعيد الوقت. أبو علي المرجعية مالت علي بن أبي طالب منين يأخذها علي؟ عندك حديث صحيح عن الحلبي يقول، إمامك الحلبي يقول إن علي بن أبي طالب رجع إلى أم المؤمنين ميمونة حتى يتعلم منها حديث المذي وكيفية الغسل منه. علي بن أبي طالب ما كان يعلم، راح يم أم المؤمنين ميمونة يتعلم منها. هذا أولا. الحديث الذي جاء به أبو علي من المستدرك للحاكم، أنا أقول لك أن الحاكم شخص كلب وكاذب، ولا يؤخذ من عنده الروايات ولا الأحاديث، لأن علماؤنا بالإجماع قالوا بأنه شيعي زنديق. راح أبهرك بعد، أنت ما جيت يم الإنسان الغلط، لا جيت يمي. أبو علي المرجعية عند أهل السنة والجماعة هو القرآن والسنة. سؤالي لك، هل القرآن والسنة كافية على أن تدخل المؤمن يوم القيامة الجنة أم لا؟ هذا سؤالي، وسجله عندك، سجله عندك أنت وحسين. هل القرآن والسنة كافيات على أن يدخلن الإنسان يوم القيامة الجنة، نعم أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، نريد، الأستاذ حسين يقول عندنا إثباتات، أو عفوا الأستاذ أبو علي يريد حديث واحد عن الجن أو الإنس. تعال خلنا نشوف المرجعية عندك أبو علي، تعال خلنا نشوف. الله عز وجل ماذا قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء الجن سمعوا القرآن وآمنوا به، وعندك القرآن له ظاهر وله باطن، فعلى المرجعية الذي عندك هم الأئمة وعلي بن أبي طالب أن يكونوا مطلعين على الظاهر والباطن من القرآن الكريم. تحدي قائم إلى يوم القيامة، أو إلى حتى ظهور القائم، إذا أتيتني بحديث واحد صحيح يقول إن النفر الذين هم من الجن سمعوا القرآن ظاهر وباطن من الأئمة، فوالله وبالله وتالله نعلن انتصاركم في هذه المناظرة وأتشيع على أيديكم. نحن هنا أهل السنة والجماعة، أهل الدليل الصريح. أعطيتك أسئلتي. السؤال الأول يا أبو علي، نريد
حديثا واحدا أن علي بن أبي طالب قال أني فسرت القرآن ظاهرا وباطنا، أو ليس علي بل الأئمة كافة، ظاهرا وباطنا للقرآن لهؤلاء الجن حتى يؤمنوا. والسؤال الثاني: هل القرآن والسنة كافيات على أن يدخلن المؤمن يوم القيامة الجنة، نعم أم لا؟ تفضل يا أبو، تفضل يا حسين، وأنا أتنازل عن كافة الوقت. يلا. يعني استاذ احمد اذا جبنا لك الحديث راح تعلن انتصارنا ولا راح تشيع؟ ما اريد على العموم راح اعلن انتصاركم وراح اتشيع على ايديكم، بس بشرط ان تاتوا بحديث يقول ان علي بن ابي طالب المرجع الاول عندكم فسر القران ظاهرا وباطنا لهؤلاء النفر من الجن حتى يؤمنوا بهذا القران. ومع العلم انت عندك كشيعي ان المؤمن لا يكتمل ايمانه بالقران الا بمعرفته الظاهر والباطن. يلا حتى رد عليك مشكلة. ولك شخصا راح اجاوبك قبل لا تبدي الجولة. لا ما شخصنت، قلت لك انت خلص وقتك وتنازلت عن الوقت. لا وقتك حبيبي، خذ وقتك دز وقتك. يلا مو مشكلة صار بدل اليوم، بس خلي تنفتح الجولة. بس قل لي فقط يا حسين، هل علي فقط ام اللي بعده؟ انا ابو علي قال لي راح اشوف مشرح ولا احنا ما جبنا، ما نريد نجيب اسماء، بس نضطر بالاحاديث توجد الاسماء، لذلك نذكر اسم علي بن ابي طالب. انا ما دخلت في الموضوع. يلا على العموم شوف مباشرة الشيعي يجيبك. هي جولة النص. ارسلت لكم ما توافقون، شو اسوي؟ والله ارسلت لكم ثاني مرة ارسلت. ما وصلت عندي، هي جولة النص. لا ارسال جاي تطلع لي دقيقة، خليني انهي. مسكرة عندك يا عزيزي، عندك نت ضعيف، عندك نت. خليني اسكر الجولة. لازم اخرج منها؟ هي لازم تضغط على البوكس اللي موجود، بوكس واحد بالاحمر والازرق، وبعدين سوي خروج. يا باجي ارسل لكم دعوه، يقول تعال رساله دعوات، ارسلوا انتم ارسلوا انتم. يا اخي لازم تخرجون من الجولات، واحد منكم. لا انا اسوي انسحاب، لازم تخرجون من الجولات. شلون اخرج؟ هاي انا جاي اخرج من عندها ما تخرج. هذه اخراج انسحبت. دوس على القفازين. ما يصير اكو على القفازين، دوس على القفازين انت حسين. خلاص يعني هاي ارسال دعوه. كمل هاي دقيقه وبعدين فوق 4 زياده. كمل يلا مو مشكله. مباشره استاذ. لا خلاص فتحت نريد جاي يقول نريد حديث ان علي بن ابي طالب يكون المرجعيه وعلم علي بن هكذا. سؤالك استاذ احمد؟ عيد لي سؤالك والله. عيد لي سؤالك حسن، يعيد لي سؤالك حبيبي. ركز معي. الآية القرآنية تقول أن هنالك نفر من الجن آمنوا بالقرآن. عندك أنت قاعدة أن الإيمان بالقرآن يكتمل بإظهار الظاهر والباطن. أنا أريد، أنت تقول المرجع علي بن أبي طالب بعد رسول الله، أريد حديثا واحدا بلسان علي قال أنه فسر القرآن ظاهر وباطن لهؤلاء الجن حتى يؤمنوا بالقرآن. أريد هيك حديث بس. والسؤال الثاني مسجله عندك أنت؟ السؤال الثاني مسجله؟ أنا مسجل يعني ما عندي مشكلة. يلا اخوان الاخ يقول نريد حديث من علي بن ابي طالب انه فسر القران في الباطن والظاهر حتى يعلم الجن بان هذا القران يهدي الى الرشد. علي بن ابي طالب يقول لو ثنيت لي الوساده لاخبرت اهل القران بقرانهم، واخبرت اهل الانجيل بانجيلهم، واخبرت اهل التوراه بتوراتهم. لو ثنيت لي الوسادة يعلم أين نزلت الآية ومتى نزلت الآية وسبب نزول الآية. هذا عن لسان علي بن أبي طالب. هذا جاوبناك على سؤالك. السؤال الثاني يقول هل القرآن والسنة كافيان لدخول الجنة؟ نعم القرآن والسنة كافيان لدخول الجنة، لكن بمن؟ بما أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي. لم يقل سنتي، قال عترتي، بمعنى السنة تتمثل بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لم يقل سنتي، قال وعترتي.
وهي السنة في أهل البيت عليهم السلام، يتبعون سنة رسول الله ويوضحونها للناس، وعلوم الأولين والآخرين عند أهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الثاني جاوبناك عليه. هنا يقول الأخ حمزة: عمر قال لأبي بكر اخترناك من بعد ما قال أقيلوني أقيلوني لست بخيركم وعلي بن أبي طالب فيكم، وقال له عمر اخترناك، وانتهى الموضوع. بالله عليك تحتج عليه بقول عمر يقول لأبي بكر اخترناك؟ هو عمر أعلم من أبو بكر بنفسه؟ هذا شلون كلام هذا؟ هو يقول أقيلوني، يأتي عمر يشهد له. بماذا يشهد له؟ اخترناك، وهي أقرر شخص يعلم من بعد رسول الله حتى يقول بأن هذا الشخص هو مرجعية؟ بالله عليكم هذا جواب؟ الآن إذا تقول أن عمر بن الخطاب أخبر أبي بكر أن يبقى نريد منك علم أبو بكر في الإسلام وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترجع الناس له من بعد الرسول، من القرآن والسنة. من القرآن علم أبي بكر في القرآن والسنة. ما هو علم أبو بكر؟ هل لديه علم من القرآن والسنة؟ هذا سؤال سجله عندك. في قضية أخرى الأخ أحمد يقول القرآن والسنة كافيان لدخول الجنة. نحن عندنا بشرط أنها في أهل البيت عليهم السلام السنة. عندكم أنتم لا، بفهم الصحابة، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. إذا قلت بفهم السلف الصالح يجب عليك أن تعرف من هم الصالح، هم العلماء. فهذا ينافي أقوالكم عندما تقولون نتبع الصحابة وكلهم عدول ورضي الله عنهم وكانوا ينقلون سنة رسول الله. إذا قلتم في صحابة رسول الله عندكم كل صحابيان اختلفا. مثلا علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان ابن عفان، كان علي يهل بالمتعة وعثمان ينهى عنها. أيهما نتبع في هذه السنة؟ هل نتبع علي بن أبي طالب أن نتبع عثمان بن عفان؟ هذا أيضا سؤال سجله عندك. القضية الأخرى، أنا سألت سؤالين ما سمعت إلين جواب نهائيا. سألت سؤالين أثناء مداخلتي، من بداية المداخلة سألت سؤالين وما جاوبت عليه لا الأخ حمزة ولا أحمد. ما سألت أنا؟ يلا مو مشكلة، أضيف السؤالين، أضيفهن. أنتم تأخذون ثلث دينكم من أم المؤمنين. عادي سجل أسئلتكم كلها جاوبنا عليه. يعني إذا ما تريد بعد أضيف لك سؤال مو مشكلة، يلا تفضل، ما أضيف أي سؤال، تفضل. عزيزي حبيبي تفضل. طيب صلوا على الحبيب المصطفى، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب المصطفى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا راح أبدأ لك من أين خلصت يا أستاذ حسين. قوله أقيلوني يا عزيزي، والله أنا شرحت لك. افتح منها، أنا أفتح مصادر، ما أحب أتكلم من كيسي. هل سمعتم المصدر يجاب وما جاب؟ يعني المهم يقول قال فلان، بس وين ما سمعنا يا عزيزي. شوف هذا إيش، هاي المصادر يا عزيزي. هذا إيش اسم كتاب؟ منهاج السنن لابن تيمية، تمام، رحمه الله شيخ الإسلام. شو ماذا يقول يا عباد؟ قال لي أنت يا أستاذ حسين ركز لما تجيب رواية ابحث. قال الرافضي أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، فإن كانت الإمامة حقا لكانت. حسب فهم حسين الجواب إن هذا إيش؟
كذب ليس في شيء من الكتب الحديث ولا له إسناد معلوم، فإنه لم يقل وعلي فيكم، بل الذي ثبت عنه في الصحيح يا بعد قلبي أنه قال يوم السقيفة: بايع أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب وعبيد بن الجراح، فقال له عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا. هاي زيادة باطلة يا عزيزي. أنت يعني والله قال الصحابة اختلفوا، يعني سقط العدول وسقط كل شيء، ما في مشكلة. تعال يا أخوان الله ينصركم، المعصومين اختلفوا. هذا كتاب الكافي، تمام؟ كتاب الكافي. شوفوا يا إخوان، الحديث عن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة عن ابن زيد عن أبي عبد الله قال: سمعت أبي يقول: إن الله عز وجل يبغض كل رجل مطلاق، كل مطلاق ذواق، كل مطلاق ذواق. شوفوا في الكافي يا اخوان نفس شوفوا لو نذهب الى الكافي الجزء 11 صفحه 468 ايش يقول عن ابا عبد الله عليه السلام: ان علي يقول على المنبر: لا تزوج الحسن انه رجل مطلق. اول ما عندك مطلق ايضا انا شنو دخلي؟ اي واحد. اثنين، قال ابو بكر نعم شو اسمه حسين قال: اريد علم واحد. تعال اعطيك علوم يا عزيز من ابو بكر. اولا ابو بكر الصديق قال: اعظم مقولة في التوحيد: من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. أعظم مقولة في التوحيد، هي الأولى لك. اثنين يا عزيزي، تعال أضيف لك شيء. المعصوم عندك لا يعرف النصيحة يا عزيزي. إيش فائدة معصوم يرجع له النفس ما يعرف النصيحة؟ هذا علل الشرائع للشيخ الصدوق. إيش يقول عن أبي رحمه الله عن عبد الله بن الحميري عن ريان قال: جاء قوم بخرسان إلى الرضا عليه السلام فقالوا: إن قوم من أهل بيتك يتعاطون أمورا قبيحة فلو نهيتهم عنها. قال: لا يفعل. المعصوم عندك لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: ولما؟ فقال: لأني سمعت أبي يقول: النصيحة خشنة. عندك المعصوم ما ينصح الناس. هاي اثنين. الثالثة، قال لي يا حمزة: علي بن أبي طالب من تعلم. هذا كلام أخوي أحمد الله يحفظه، تهذيب الأحكام، عندك للشيخ الطوسي. شو ماذا يقول؟ حمزة هذا خروج من الموضوع، ترى انتبه. لا يا أستاذ لا تقاطعني، لا تقاطعني يا أستاذ، حط ميوت. لا تقاطعني يا أستاذ. مو أنت خرجت من الموضوع، أنا ما قضيت مو بلاهم، شو لا علاقة لهم، إيش دخل يا أستاذ لا تقاطعني، لا تقاطعني يا أخي. أنت خرجت من الموضوع، احنا نتكلم عن المسألة بعد الرسول مباشر. لا خلاص عيد الإمام الصادق، ايش دخل الإمام الصادق؟ حط ميوت يا أستاذ. يا عم ايش دخل الإمام الصادق؟ عجيب. حط ميوت. يا عم التدخين اللي يخرج من الموضوع مهزوم يا حمزة. حط ميوت يا أستاذ حسين، احنا اتفاقنا اللي يخرج من الموضوع مهزوم. أستاذ حسين ليش تخرج من الموضوع؟ نحن جايين أحمد ما يصير، جاي نتكلم. ما يصير. احنا اتفاقنا وما خروج من الموضوع. مثل ما أنت تكلمت على علم الصحابة اللي هم المرجعية فكر السلف، كذلك الأمر نحن جاي نظهر لك. أنت جاي تقول أن الصحابة كانوا يرجعون إلى علي بن أبي طالب في مسألة العلم، كذلك يا عم احنا جاي نتكلم المرجعية كانوا لا يرجعون. لا أستاذ حسين عيد الوقت. ما يصير في وقت تقول لي إنك تخرج. يا أستاذ حط ميوت، عيد الوقت، اخرج من الجولة، عيد الوقت. يا عمي والله ما أخواني، هذا اتفاقنا وين صار يا حمزة؟ اتفاقنا انه المرجعية بعد الرسول. ايش دخل الامام الصادق؟ انا بدفتين فهموني. انا فهموني حسين الامام الصادق ما يصير. احمد اتفاقي يا احمد انا اتفاقي. مداخلتك هذا ما يسكت. يا احمد فهموني، انتم تفهموني لو ما تفهموني. انا اتفاقي الخروج من الموضوع هذا هزيمة. حط ميوت. من الموضوع. بعد خارج من الموضوع. ايش في هذا؟ ما يصير. أحد خارج. يا أستاذ تقاطعني مرة أخرى أنهي المناظرة وياك. شوف ما جاي ألعب وياك. انهي المناظرة. هو أنت مهزوم. احنا اتفقنا. يا أستاذ حط ميوت. أبو علي إذا ما يسكت ينزل خلاص. أنا اتفقنا. خلاص الظاهر انه ما يسكت. خلاص ما تكمل. انا ما اقبل تكمل. انا عندي موضوع موحد. انزل ان المرجعيه بعد رسول الله من هو؟ دقيقة حسين هذا موضوعي. دقيقة حسين ما يصير. انت شنو بكيفك هو ينزل نشتغل عند الخلق. ما يريد يكمل. احترم نفسك وخليك محاور مؤدب. لا اسمع الموضوع هو المرجعية من بعد النبي. المواضيع الآن اللي أنت تتكلم فيها بعد خلافة النبي ب500 أو 400 أو 300 عام. إحنا موضوعنا في المرجعية المباشرة من بعد النبي. لا تخرج عن نطاق الموضوع. أنا سألت سؤال واحد شربتم وخربتم ولم تستطيعوا أن تجيبوا عليه. والآن سوف أعيد. أريد صحابي واحد قال أنا علمت علي بن أبي طالب. لا تظل الشرق. يلا أخذ المداخلة ولا تظل الشرق. يلا ما نحترم أي طريقة في الحوار. يلا تفضل. حط ميوت خلاص.
حط ميوت. يلا تفضل. ميوت ابو علي، خليه يكمل عيد مداخلته. الوقت. حسين كل شيء لا تتكلم، عوفه واحده عوفه واحده. لا ما كل شيء لا تتكلم. يلا ما خليني اعيد الوقت. يلا. ما احب اي طريقه في الحوار. انا في وقتك رحت على السيده عائشه ما قطعتك. رحت على الصحابه كلهم ما قطعتك. يلا كمل. ما قطعتك. لا عيد الوقت. انت اللي تختار. لما اكون في بيتك انت اللي تختار. عيد الوقت. رحت على الصحابه ما قطعتك. حسين لا تتكلم. عائشه ما انا اعرف لهم. عوفهم هذول انا اعرف لهم. عوف. يلا اخذ مداخلتك. يلا اخذ مداخلتك واسكت. كل شيء لا تحكي حسين، كل شيء لا تحكي. انا اعرف شلون راح ارد. يلا نتعلم. يلا ها هو حسين انا اجاوب عليه. قال الصحابه اختلفوا، عندك المعصومين يختلف. قال ابو بكر تعال يا عزيزي، قال اتحداكم وراح تشيع اين علي بن ابي طالب. هذا عندك يا عزيزي علي بن ابي طالب المرجع بعد النبي عليه الصلاه والسلام في كتاب تهذيب الاحكام. عندك في الجزء الاول كتاب الطهاره ثقه حديث موثوق. عندك شوف حديث موثوق عندك عن ابا عبد الله عليه السلام قال سالته عن المهدي قال ان علي عليه السلام كان رجلا مذاء واستحي ان يسال رسول الله لمكان فاطمه فامر المقداد ان يساله وهو جالس فقال له ليس بشيء. هو عندك علي بن ابي طالب يتعلم يا عزيزي من زوجات النبي. قال اريد ان اتعلم. ها في كتب اهل السنه والجماعه. شوف يا عزيز شوف علي بن ابي طالب يتعلم من ابو بكر الصديق. هذا مسند الإمام أحمد رحمه الله الجزء الأول حققه وخرج أحاديث وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعادل المرشد. تمام. مؤسسة الرسالة. الله المستعان. يلا نفتح المصدر. الله المستعان. يلا وين؟ يلا قال وين شوف هنا يا عزيزي. حدثنا عبد الرحمن حديث رقم 47 قال علي بن عبد السند كله عن علي رضي الله عنه وارضاه كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء ان ينفعني وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر والحديث عندي حديث صحيح لغيره. الان يا استاذ المعصوم عندك يتعلم من ام المؤمنين والمعصوم عندي في الأولى. فلذلك جاوبناك على السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث. أضيف له أي شيء. مسند الأحبال خلاص يعني ما عنده شيء. ما عنده شيء يعني نجاوب عليه. خلاص إذا في أسئلة ما في أسئلة جاوبنا على كل أسئلته. خلاص المهم أي نعم. الأستاذ حسين من وقتي أستاذ حسين ممكن جاوبني. هل المرجعية بعد النبي كان يعلم الحلال والحرام للناس؟ أبو علي هل المرجعية بعد النبي كان يعلم الحلال والحرام؟ أنت قلت عادي من وقتي. شنو لا ما يعلم؟ ما فهمت شنو هاي. ما تجاوبون؟ خلاص اكتب هذا السؤال اللي عندك ما عرفت ليش. كمل وقتك وفوقتنا نجاوب. قل لي فقط نعم ام لا يعني ايش راح يصير تحكمون؟ بس احنا اتفقنا انه بالوقت مالتنا نقدر نسالكم واكو سؤال وجواب عادي ترى. وين المشكلة؟ أنا جاوبتك. قلت لي يا حمزة جاوبتك. وين المشكلة؟ هل المعصوم عندك يعلم الحلال والحرام ومناسك الحج وصومهم؟ المعصوم عندك كان يعلمهم؟ كمل حمزة. يا أخي أريد جواب. مش أنا أكمل مداخلتي أريد جواب. خلي يسجلوا السؤال هذا يمهم. خلاص اكتبوا هذا السؤال. هل المعصوم عندكم؟ يا اخي انت ليش ما تكمل مداخلتك؟ ترى لعبت روحنا والله لعبت روحنا. زربت بالمناظره زربان. تفضل كمل مداخلتك ما تجاوب على اسئلتك. هو انت ايش عندك؟ انت فارغ. هسه راح اطحنك طحنه. قسما بالله العلي العظيم. يلا لا تصيح. لا سؤال واحد. هل المعصوم عندكم كان يعلم الناس الحلال والحرام ومناسك الحج وصومهم؟ سؤال واحد جاوبني عليه. خلاص وقتي ما احتاج هذا الوقت. اما اسئلتكم الثلاثه انا جاوبت عليه والله على كلامي شاد. تفضل. لا تشخصنوا الموضوع. لا تزعلوا. تفضل. كملت مداخلتي. تفضل. لا تصيح ابو علي. لا تصيح. راح طير المناظره ونسلم. لا تصيح.
يلا لو اخذنا حتى لا الناس عندهم مرض. انا الان مداخلتي، شوف ايش راح اسوي. مو على مود شيء ابو علي. يلا اكتم. ايش بيك تبدا تهلوس؟ ايش بيك؟ مداخلتي الان. يدخل اسوي قبول يا عزيزي. اذا قاطع واحد في مداخلتي يقرر انا ساكت، حتى لما ندخل حسين انا ساكت، ما اقبل اي واحد يتدخل في مداخلتي. يلا طيب بدأت الآن. شوفوا بدأت الجولة. شوفوا أبو علي شلون يناظركم. يلا شوفوا أبو علي شلون يناظركم وهو مغمض العينين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دلس حمزة تدليس لا يوجد مثله تدليس في تاريخ الأمة الإسلامية. كذب عندما قال وأخرج الرواية إن كل مطلق. شبيه يا حمزة؟ مذواق. تفضل أخرج لنا الرواية. شوف وأنا مغمض العينين. أين كان في الرواية الحسن مطلق مذواق؟ تفضل أخرج لي. يلا من وقتي. تخرج لو ما تخرج؟ إذا ما تخرج أنا ما أشوف. قل لي ما أخرج. حسين يخرج لو ما يخرج؟ يخرج لو ما يخرج؟ ما يخرج. جاوب حسين. يقول لك لا. يخرج الرواية لو ما يخرجها؟ أحسن. إذا هذا أول تدليس فضحكم الله فيه. خرج الرواية. يلا اهدى. أين الحسن كان؟ قسما بالله مساكين أنا لو أعرف هاي علميتهم ما أصعد معاهم مناظرة. أخوان قال هل الإمام بلغ عند مناسك الحج؟ شو يريد يجيب؟ يريد يجيب الرواية إن الناس كانوا لا يعلمون مناسك حجهم حتى جاء الباقر. ما يعرف انه هو كسني ما عنده روايه عن الحج، وان روايه الباقر هو كسني يعمل بها. بوم. اتحداك اذا عندك انت مناسك الحج غير روايه الباقر. اذا المشكله وين؟ المشكله في الناس. المشكله ليس في الائمه. المشكله ما كانوا الناس يسالون الائمه. وانا استخرجت الدليل قبل قليل وقلت ان عليا قال اسالوني قبل ان تفقدوني، وابن عباس قال زين. هذا احمد كذب كذبه ما حد مكذبها. شنو هي الكذبه؟ يقول ان الحاكم شيعي. والان طبوا يا اخوان كلكم على ترجمه الحاكم الذهبي هم شيعي. ماذا ترجم الذهبي للحاكم؟ يقول الحاكم هو الإمام الحافظ متقن الحديث. الذهبي ترجم له هكذا، وهذا يجي يقول شيعي. ليش شيعي اخوان؟ لأنه ذكر فضائل أهل البيت وصححها. هؤلاء يريدون أن يمحوا كل فضائل أهل البيت. لماذا؟ مثل ما فعلوا بالنساء. عندما قال النسائي ذكرت فضائل علي، تمام؟ أعتقد شنو صار؟ هاي شنو صار؟ حضرت انا شنو؟ شنو صار حسين؟ وين حمزة؟ ليش نزلت؟ يلا خلينا أكمل. عندي دقيقة حسين من دقيقتين. بعد لي دقيقتين. اخوان فبينا ان الحاكم هو ليس شيعي. الان اخوان احمد قال ما هي شو اسمه ان عليا لم يجمع القرآن او انه لم يفسره.
اذهب عزيزي إلى تفسير الطبري وابن كثير في جميع تفاسيرك أن سأل عن المذي. الإمام ماذا سأل عن المذي؟ سأل الشخص نفسه لو ذهب قال له اذهب على رجعكم للخلافة من بعد النبي. قال منها العلم ومنها الشجاعة ومنها سلامة الحواس. هل تحققت هذه المفردات في الخلفاء؟ أريد جواب. هل تحققت؟ عندي رواية تثبت أن حواس عمر بن الخطاب لم تكن سليمة. عندي رواية في الكتاب ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق أن عمر بن الخطاب كان أحول. فالأحول كيف يكون خليفة؟ الأحول كيف يكون خليفة؟ تفضل يا الوقت. الأحول كيف يكون خليفة؟ وقتك جاوب يلا. يا الله هسه أجاوب لك. طيب أبدأ من حيث انتهى. يقول كيف الأحول يصبح خليفة؟ عادي، ترى الإمام المهدي عندك أحول وهو إمام حجة. ترى عندنا دليل الإمام الحجة. اخرج لنا الرواية. لا أنت هسه عم لا ما اسمح لك. اخرج الرواية ان الإمام المهدي كان أحول. سد المايك. اخرج الرواية ان الإمام أو تعتذر. اما تخرج الرواية ان الإمام المهدي كان اخرج الرواية. تخرج الرواية لو تعتذر أحمد. سد المايك. تخرج الرواية لو وقتك ما قطعنا. ما اسمح لي يكذب عن الإمام. اخرج الرواية. احنا جبنا المايك. عندي رواية. لا عندي رواية. في وقته ما تكلم. إذا ما أخرج الرواية ينتهي الحوار. أبو علي اسمع حسين اسكت. إذا ما أخرج الرواية الإمام المهدي كان أحول ينتهي الحوار. سد المايك. هو مداخل. إذا ما يسكت سد المايك. شوف مين أنت. سد المايك. رواية أو تعتذر. يلا سد المايك. عيد الوقت. مداخلة. إذا ما بين الناس كلها تدريسك. مداخلته إيه بس مداخلته إذا ما تجيبها يختلف الموضوع. أبو علي في وقتك ما قطعناك. قلت عن عمر أحول ما قطعناك. ليش؟ إذا تنسون أنا أبو علي اسم الموت الأحمر. في وقتك أستاذ أبو علي. اسم الموت الأحمر. قسما بالله أنا سيف على رقابكم. إذا أنتم أو إذا ما استخرجتم المصادر الصحيحة تعتذرون أو تنهزمون. افتهمتم ولا لا؟ سد المايك. حسين اسكت خلنا نتكلم. اسمع حمزة. اللهم اسمع. ما يتركه. اللهم اني ارقيك ابو علي. تعطيني يا اخي
اسمع. وسوسني اللهم اني ارقيك. اذا ما جابها يعتذر، اني ارقيك يا رب. اما ان يعتذر اللهم او اني تنسحبون من أرقيك. الحوار. يلا عندهم تفضل. مجنون. يا اخي سد الماي، خلينا يلا. نكمل. يا اخي سد الماي، يلا. واقع الجوله. حمزه سد الماي. يلا. يقول محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم، حتى بين للناس انك مدلس ما طلعت الكلام كامل. يقول ابا عبد الله الحافظ صاحب التصنيف امام صدوق، لكن لم يكمل ابو علي. لماذا؟ لكنه ما اشوف اخوان ماذا يقول لكنه يصححه في مستدركه، وانه اعلم في هذه خيانه عظيمه. ماذا يقول ثم هو، ركز ابو علي تعال، ثم هو شيعي مشهور بذلك، مشهور. هذا الامام الذهبي. ليش تدلس؟ ليش تكذب؟ لا تقاطع عيب عليك، ترى بعد يلا ترى كمل. مكاني، ترى هسه اشيل الاحترام على صفحه الساعه. استحي حالك. اذا تتجاوز احمد، شوف اذا سد الاحترام. طلع عندنا روايه التجاوز الشخصي. اترك التجاوز. وسائل الشيعة شيل سد الاحترام. قل له صاحبك لا يشخصن، قل له صاحبك لا يشخصن. غير ظل عيد الوقت بالقرآن، غير ظل عيد الوقت. يلا ضلك انا ما يلا جاوب. يلا جاوب. لا ضل قاطع عيد الوقت. يلا اخوان هذا كتاب وسائل الشيعة على الحر العامل المجلد الثاني صفحة 223. ماذا يقول؟ محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلزر قال وذكر عن أبيه. من أبيه؟ علي بن أبي طالب عليه السلام، أن ميمونة كانت تقول علي بن أبي طالب عندك هو يعلم غسول الحوض من أم المؤمنين ميمونة. أين المرجعية مال رسول الله؟ ما شفناها. خلنا نطلع لك الحديث مال أن المهدي أحول، حتى لا تقول أحمد مدلس. يا الله ثواني. وسائل الشيعة نعم راح اجيبه من وقتي. ما عندي. خلي انا راح اجيبه من وقتي. عندك عندك انت عندك يا عزيزي عندك لا حاليا لا راح اطلع ان شاء الله. ما في مشكله. كمل وقتك. كمل. طيب خلنا نكمل على مود ما يضيع الوقت. ثواني خلنا نقلب الكاميرا. سألنا سؤال للأستاذ حسين صلى الله عليه وآله، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. سؤالي لك،
المهدي انه احول وما يشوف غير بعين واحده طلعها. خليهم يكملون يا احمد لانه الوقت انت تعرف ايش راح يصير على الساعه الثانيه. تفضل حسين تفضل. يلا خليك كم. انتم كاتبين اسئلتنا. هل علي بن ابي طالب علم الحلال والحرام؟ تفضلوا. تفضل حسين ادخل. دقيقة حسين قبل لا تتدخل، تفضل حمزة. طلع الرواية ان المهدي كان احد. لا ما يهمك هذا الشغل. والحسين ما خليكم تكملون اذا ما تطلعون الرواية ان المهدي كان. يا اخي هذا منين جايب لي هذا المربع ما يفتهم؟ تفضل طلع الرواية ان حمزة حسين ثواني قسما بالله يا اخي من اي ثانية اذا ما تطلعون يا مدلسين يا كذبة، اذا ما تطلعون الرواية ان المهدي كان احول ما يسكت يا المجنون. سألناه وقتنا ما يجاوب. تفضل كتبني اخوان، كتبني في بثه يا احمد كتبني في ما بثه. يحاورون هؤلاء الجبناء. تفضل اخرج لنا رواية ان المهدي كان لا شرط نسوي لهم سجلوا هروبهم حسين. هو يقول لك جاوب. لا تتدخل اقبل ايدك لا تتدخل. ليش يا جبناء ولا ما تسوي ميوت؟ ليش كتبتني في بثك يا جبان؟ يا جبان اخرج الرواية. اخرج الرواية لا اطيح حظك. اخرج الرواية. ليش اخرج الرواية يا جبان. ليش اسكت. احمد تسمعني؟ تفضل اخرج الرواية. سامعك. اخرج الرواية يا جبان يا مدلس. ايش اسوي له؟ ما اشوف الرواية تقول انه كان احول. القينا عندك مويه رقيه. اخرج الرواية لا اسال. واحد خرج واحد هرب. يلا اخرج الرواية. اللهم اني ارقيك. ما يريد يسكت. ايش في هذا؟ اخرج الرواية. هاي عائشة كانت مسحورة هكذا تسوي. عائشة كانت مسحورة. والله عائشة مسحورة في كتبك. اتفاقنا اخرج الرواية. هل فيكم الشجاعة؟ خلاص ما تكلمون اخر مرة. تسوون ميوت. اخرج الرواية. الذي كان احول. هو اصلا تجيب الرواية. حسين عوفني انا وياهم اتفجر. والله معلش استاذ حسين الله ينصرك. اسمعني انت تسمعني حاليا استاذ حسين؟ اسمع الله لا ينصره اذا ما طلع الروايه المهدي كان احول. شيل الميوت عن ابو علي. يلا ليش العكاري جاي يرد علي؟ ايش فيه؟ ابو علي لا خليه يفتح الكتم. قل له خليه يفتح هذا ما يريد قل له خليه يفتح ما يرضى الكتم. يسكت. ايش اسمه؟ ما يحتاج عنك. ما يقبل. طلع الروايه. حمزة ثواني. خلاص انتهى. خلاص يريد الرواية ما انتهى. 70 تدليس دلستم وانا ساكت. هاي الرواية 70 تدليس هذا كتاب الغيبة يا اخوان. اخبرنا علي بن
لا تفتح الرواية. حدثنا محمد بن خالد. ترى الرواية عندنا، يعني الرواية عندنا، بس خلي الولد في يكمل وقت مداخلته. ايش فيكم هذول مجانين؟ خلاص احمد اقسم بالله احنا نحاور مجنون، يعني هذا ما ايش اسوي له؟ خلاص يا اخي ما يريد يسمع. طلع الرواية ما تكمل المداخلة توكل معي يا استاذ حسين، تسمعني فقط كل مرة اسمعني. هذا طلع الرواية. قلت لك من انت قلت سجل احاول اعطيت انا كل واحد كاتبين اثنيناتهم عندهم حسين. وراس علمائك وراس دينك. اثنيناتهم كاتبين المهدي ما تحول يا صاحبي. والله يلا الصحابة مالتك نزلهم حسين نزلهم. شوف اخواتك يلا ركز. حسين نزلهم. هذا اخوانك